صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسلم دعوة لا ترد، ثلاثة دعوات لا ترد: دعوة الصائم ودعوة المسافر، دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ولا شك ولا ريب أن الأمة الإسلامية في ظلم لا ظلم بعده. فيا أيها المظلوم، عليك أن تتوجه إلى الله بالدعاء. ربما يسأل الواحد منكم الآن يا أحبابنا في مصر ويا إخواننا في مسجد الرحمة في أرض الكنانة: الشيخ ذكر وقل اعملوا. فلماذا نعمل نحن الأفراد؟ ماذا يجب علينا من العمل؟ يجب عليك من العمل أن تلتجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، لأنه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت أيها الأخ المؤمن، أنت أيتها الأخت المسلمة المؤمنة، واجب علينا جميعا في جوف الليل والناس نيام أن نستيقظ ونتوجه للواحد الفرد العلام بأن يرفع عن بلاد المسلمين غضبه ونقمه، وأن يرد الأمن والأمان والسلم والإسلام على مصر وعلى جميع بلاد المسلمين. أنتم أيها الإخوة، عملكم أن تتقوا الله في الأقوال والأفعال والأعمال فيما بينكم، وأن تتجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء. وكل منا على قدر سعة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والقائم عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. قال تعالى قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.